السؤال الخامس اون فيديو من عند نبيل من تونس. نبيل، السؤال نتاعي فيما يخص الانتخابات. ماذا بينا المجلس التأسيسي هذا يوضح لنا كل شيء اللي كنا نحكيو عليه في التيلي واللي في الراديو، وباقي ما فماش ريبونس، ما فهمنا حتى شيء لتو. ماذا بينا إجابة صريحة من المجلس التأسيسي، شنو مهامه وقتاش باش توفى المهام نتاعو إلى. دونك شنو هو دور المجلس التأسيسي؟ شنو هي المهام نتاعو ووقتاش باش توفى المهام هذه؟ اول شيء شنو هو دور المجلس التأسيسي؟ خاطر الحقيقه انا نحس اللي ثم غموض وبرشا سوء فهم للوضع هذا. هو الاطار اللي باش تمارس داخله السلطات العموميه في المرحله القادمه. احنا كان عندنا اطار معين تحط عام 57 59 حتى مع الدستور القديم، وهذا الاطار هذا ما كانش مناسب ورينا اللي هو بناء مجتمع مبني على الفرق، على الامتيازات، على التسلط، على الاستبداد، وكل نظام يقوم فيها الظواهر هذه ينجر مباشره للفساد، ورينا النتيجه اللي وصلنا لها. انا اعتقد ان الاطار الجديد لازم يكون اساسا هو اطار مبني على العداله، معناها سي لا جوستيس، العداله في كاساس للنظام. العداله هي، واحنا اخترنا منها الاسم تحت القائمه بتاعنا قضيه المساواه، ان لا بد ان يكون هناك شعور عام بان النظام يضمن المساواه في الحظوظ، في الحقوق، في الواجبات للجميع. اذا نجمنا نركزوا المبدا هذايا في الدستور، نعتقد اننا ربما نقضي على هالآفة اللي نخرت بلادنا تو 50 سنه، واللي هي الفساد والاستبداد. يعني بالنسبه لك انت مهام المجلس التأسيسي هي قبل كل شيء القضاء على الفساد والاستبداد؟ لا، هي الاطار اللي ما عاودش يرجعنا للاخطاء اللي طحنا فيها، طاح فيها النظام السابق. اننا لكن من الناحيه القانونيه قواعد نظام صحيحه هي لابد ان عندها نظره استشرافيه. شنو الاساس؟ احنا الاساس بيدو كان غلط، انه دوله الحزب، احنا راهو تعرف نقولوا دوله التجمع، راهو نقولوا دوله بن علي، نقولوا دوله بورقيبه. جاء الوقت باش نقولوا هذه دوله المجتمع التونسي، دوله الشعب التونسي. اذا نجمنا نبنيوا هالفكره هذه بتنوعه، بتعدده، باختلافاته، هذه راهو هو الاساس. ما نجمش نضمن حريه التعبير اذا ما زلنا نعتبره نوع معين من التعبير كل معناها مستفز، واللي كل معناها موضوع استهزاء. لا، لازم حق في التعبير يتكفل للناس كل. ما نجموش نضمنوا معناها المساواة اذا الدخل الوطني بيدو معناها في طريقة توزيعه ماهيش عادلة وماهيش مضمونة، وما يحسش كل شخص أنه متاح له نفس الحق ونفس الإمكانية باش يتمتع بهالدخل كما أي مواطن آخر. طيب سامحني سي مختار، هذوما يعني الحاجات اللي نطمحوا لها، نطمحوا إلى تحقيقها من خلال المجلس التأسيسي، لكن من الناحية القانونية والمؤسساتية شنو هي مهام المجلس التأسيسي بالضبط؟ يعني نتصور انه المقصود باش يكتب دستور، باش يحكم في البلاد، باش لا، المجلس التأسيسي هو اساسا مجلس لتحرير دستور البلاد، القانون الاساسي للدولة التونسية القادم. داكورد. وقتاش باش توفى المهام نتاعو؟ عندما ينتهي هذا التحرير. يعني بالنسبه لك انت المجلس الدستوري المجلس التأسيسي لهنا باش يكتب الدستور، كمل كتب الدستور. راهو تحرير الدستور، وخاطر حتى اكثر الافكار رانا نشتركوا فيها جميعا. اكيد لك اللي ما ثماش اختلافات كبيره باش تصير في معناها في الجزئيات، ولكن في العموميات ما ثماش. ممكن تكتب في شهر وشهرين، مش مشكله قضيه. لكن المهم هو انه ماهوش نص الدستور. ما تحبوش نخرجوا بدستور مجرد نص، نحبوا نخرجوا بدستور الفترة اللي يتحرر فيها هو كأني مدرسة للمجتمع يفهم ايش معناها كل المفاهيم اللي باش تتكرس في الدستور، وعلاش المفاهيم هذيك، والديبا الحوار اللي باش يصير حول مختلف الاشكاليات يقع استيعابه من اغلب ولا اكثر عدد ممكن من المواطنين. لانه الثقافه الحقوقيه اللي احنا نفتقدوها حاليا في تونس هي اساس الحريه واساس الحريات الاجتماعيه اللي نحب السياسيه اللي نحبوا نركزوها. معناها المواطن لازم يحس بروحه امبليكي، معناها معني بالامر في هذا الدستور هذا. ولذا التسرع ما عندوش ضروري. وانا نرى انه حكايه اجل سنه جيد، ما عندنا عملوش باك بلوس يزي مش دو.